لازم حضرتك تبقى عارف ان نفسيتك عمرها ما هتتصلح طول ما قلبك لم يتطهر. هتيجي تقول لي وازاي اطهر قلبي؟ هتطهر قلبك بتتبع امراض القلب زي الحقد والغل والحسد والضغينة والكراهية والعجب والغرور، وتعمل على ازالة هذه الامراض، ثم تسكب الماء العذب بداخله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أنك تتحول من حاسد إلى غيرك إلى مسرور بنعم الله عليك، وتحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ولا تجعل لنفسك الفوقية على الناس، وتعلم أن التوفيق بيد الله، وأن من تواضع لله رفعه. وأنت على هذا الحال تقوم بواجباتك وتنتهي عن المحرمات وتستغفر الله